Hey, Homer hanging on my neck. The bracelet matches a set. My brother name is Tina Dollar. Stop all that back and forth over the net. My mama wish I would've went corporate. She wish I would've went exec. I still turn to a CEO, so the lifestyle she respect. Hey, 2 sprinters to Quebec. These folk got their hit this shit, no cap. I bring up hits and they change up the topic. I got a 19 and it fold in my pocket. One hell of a year and the niggas still dropping. They wanted to stop it, but they couldn't stop it. You told a story like Shorty was feeling you. She told a story like she split the bill with you. Look at my story, man, no one could write it. Now I see a million, I don't get excited. I might just buy sell my shit the thug away. Ain't no real sense in me going the other way. Can I be seen in that shit from the other day? Virgil just set me a whole different colorway. Please don't be stupid, it's baby and Gunna. And baby he wanted it, so I just swung her. Next time I'm in Dallas, I look. اوكي طبعا اهلا بيكم في فلوج جديد، واتمنى طبعا تكونوا سامعيني كويس لان انا حاليا بشتغل بره، وبعد كده هرجع البيت عشان عليا اجتماع مع عميل. ان شاء الله باذن الله نقفل العميل ده، وبكره برضو عندنا اجتماع برضو مع عميل تاني لسه دلوقتي حاجز معانا دلوقتي وانا معاكم. اللي احنا هنعمله دلوقتي هو او اللي انا قاعد اعمله دلوقتي وشغال عليه، ان انا شغال على بعض الاستراتيجيز الخاصه بالعملاء بتاعتنا عامه بالنسبه للشهر الجاي. طبعا احنا يعتبر حاليا في بدايه الشهر، حاليا في 5 مايو، فبالتالي طبعا بنشتغل على الاستراتيجيات عشان نبدا ان شاء الله على طول من بكره او بعده ناكد على الاستراتيجي، نعمل فروقات ما بينهم ونشوف بالظبط ايه اللي احنا هنلتزم بيه الفتره الجايه، وايه اللي نفع معانا مثلا في الماضي عامه بشكل عام. انا عارف كنتوا ما تعرفونيش، ولو انتوا تعرفونيش انا محمد اسامه، وانا رائد اعمال عصامي. بدات اول شركه ليا وانا 16 سنه، وبعد كده عملت اول 400,000 جنيه في اول سنه، وبقيت مليونير وانا 18 سنه. وحاليا انا عندي شركه فيها اكتر من 30 موظف بديرهم كلهم وانا في السن الصغير ده الحمد لله. طبعا ده كل الفضل من عند ربنا. في نفس الوقت برضو الناحيه الثانيه حاليا انا بقدم خدمه اسمها توزيع المحتوى. اللي ما يعرفش يعني ايه خدمه توزيع المحتوى، احنا بناخد المحتوى الموجود او الطويل ونبدا ان احنا نحوله لكميه كليبس كتيره جدا جدا، تمام، او كميه عامه فيديوهات او ريلز كتيره جدا، وننشرها بشكل كبير جدا او بشكل كتير جدا على السوشيال ميديا. ده بالظبط اللي احنا بنعمله بشكل بسيط. طبعا لو انت عايز تتعرف اكتر طبعا تقدر تدخل على القناه بتاعتي وتشوف كل الفيديوهات الموجوده. ف دلوقتي عامه هنخلص شويه حاجات وانا هروح للاجتماع، وممكن تقريبا نصور بعض الفيديوهات في اليوتيوب ونشوف بقى يومنا هيمشي ازاي. طبعا وعايز 100% اعرفكم على توماس ان شاء الله في الفيديو. تمام يلا بينا. اوكي طبعا دلوقتي طبعا زي ما قلنا رايحين طبعا الاجتماع، بالظبط فاضل 15 دقيقه بالظبط ندخل الاجتماع. يلا بينا ان شاء الله نقفل الاجتماع ده، وبرضه نجهز لبعض الفي اس الز لبعض العملاء، لان بعض العملاء عايزين طبعا ان احنا بدل ما ندخل معاهم اجتماعات احنا بنصور لمعظم العملاء عندنا في اس ال فيديو كده بيكون مسجل، بنشرح لهم بالظبط ايه اللي احنا هنعمله في الشهر الجاي بدل ما ندخل اجتماع ونضيع وقت العملاء لحد كلنا بيبقوا عارفين ان هم مشغولين عامه. عايز اقول لكم طبعا المنظر من عندي، بص منظر البيت من عندي، بص مش عارف شايفينه ولا لا، بس اعتقد انتوا شايفين يعني. فيلا بينا طبعا ندخل الاجتماع ونجهز ليه. يلا بينا. لا هو موجود اصلا اللي انا يعني انا الموضوع هذا يعني بشكل عام كماركتينج وكذا، يعني هذا مهنتي، فبالتالي بالزبط. مش هتحتاج كثير تدخل معي بالعمق، بس اشرح لي. بتبدا تتكلم عنها حلو جدا. وفي مثلا بتتكلم بشكل عام عن قصص عامه، زي مثلا بتتكلم عن حاجات معينه لها علاقه، مثلا زي اخر فيديو توب 5 او اعظم موسم مع مثلا رونالدو من عامه السيزونز، تمام. فهل انت مثلا شايف ان المباريات مثلا انت مثلا بتتكلم عليها بشكل عام كملخص، هل ممكن مثلا في فيديوهات بتجيب وفي فيديو لا، هل ده ممكن بيأثر ان انت مثلا مش قاسم الحاجتين، مش قاسم مثلا قناه لوحدها ليها علاقه بالملخصات وقناه ثانيه ليها علاقه بحته اللي هي الفيديوهات بقى اللي هي بتبقى متخصصه في مواضيع معينه؟ فهمت قصدي؟ هل مثلا فاهمك ترى معك حق في الموضوع يعني كثير، لانه هو على الاغلب هو هذا جزء من السبب تاع المشكله. لكن عندك المشكله الوحيده انك انت عودت الجمهور على مع مشي بشكل كويس جدا. ف خلاص فدي حاجه كويسه قوي ان هو اصلا كان معجب عامه بينا. وطبعا هوريكم طبعا اكيد 100% لقطات من الاجتماع. طب صور ايه فلوج؟ عايز اعرفكم على توماس. ايه الاخبار؟ ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ حط مايك ليه؟ ماشي يا عم ماشي يا عم. ايه الاخبار؟ ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معكم توماس، اقوى بيرسونال براندنج في الشرق الاوسط.
انت هتعرض الميتنج ده ايه هعرض شويه منه بعض الكليبس يعني. بالظبط. انا بس عشان بدي الحاجات دي صح، عايز اقول لكم ان الحاجات دي عامه كلها هتلاقوها بنزلها في ووب، في الكوميونتي بتاع ووب. تقدر تدخل على الكوميونتي او الجروب بتاع ووب عن طريق الديسكربشن تحت، بتلاقي اصلا ان انا بشير كمان بي دي افات وساعات سيلز ميتنجز عامه خاصه بيا، عشان برضو لو انتوا عايزين تتعلموا اكتر عامه بشكل عام، او عندكم عايزين شركه تفتحوها او تفتحوا عامه وكاله بشكل عام. انا عايز اضيف ملحوظه، الفيديو ده لو هو عرضه، بس انا متاكد انه مش هيعرضه، فالسيلز ميتنج اللي لو كان محمد اسامه ده هيعرضه، وانا متاكد انك بنسبه كبيره مش ده كده. في ناس بتفكر انه العميل بيتقفل بطريقه معينه، يعني العميل ده محمد قدر يفهم ان هو شخص عاوز مصطلحات كتيره قوي وشخص شغال في الماركتنج، فابتدى يديله المصطلحات الكتيره دي. زي بالظبط حاجات زي مثلا لما اجي اقول في وسط الاجتماع مثلا انا عندي التشيف كواليتي اوفيسر، اس او بيز، بروسيجرز، البروجكشن مثلا بتاع حاجه معينه، فالعميل يبدا يقول ايه الواد ده، ويبدا طبعا بوري الحاجات دي على شكل برزنتيشن وري السيستمز الخاصه بيا، فده بيفرق طبعا. وفي برضه بعض العملاء تحب الموضوع يجي باختصار قوي، وممكن تكون عملاء اصلا اتقل من العميل ده بكتير قوي، فانت بشطارتك انك تكون عارف تفهم هل العميل ده محتاج الحاجه دي ولا مش محتاج انك تركز على الحاجه دي. محمد اسامه ما يعرفش العميل، بس عمل حاجه اتوقع انه ناس كتير قوي مش عارفاها، الايس بريك، اللي هو ايس بريك بالظبط. وقبل ما يدخل الميتنج كان قاعد اكتر من ساعه شغال بيحلل العميل ده، فهو كان عارف كل حاجه عن العميل من قبل ما يخش الميتنج. بالظبط، ده حقيقي. كده برضه الناس عرفت ليه محمد اسامه ناجح. محمد اسامه مفكرين اكتشف حاجه جديده بيعملها، خلاص قفل السوق. اولاد اللذين. اوكي خلاص كده تمام. ودلوقتي هنروح انت تصور فيديوهات صح؟ صور فيديوهات برسوم. يلا نصور فيديوهات وبعدين نصور فيديو بتاع اليوتيوب، بعدين ننزل عامه نشرب الاسبريسو اللي انت بتقرا. يلا يا عم بيتر، يلا يا عم هتعمل ايه؟ يلا نصور. يلا هتصور الفيديو عن ايه؟ ماشي، خد امسك ده. طيب هات. لا ده في فيديو سريع عايز اصوره كده انا مجهزه في دماغي، وبعد كده نبقى نقعد على المكتب وصور بقى السكريبتات. مجهزينهم فين؟ مجهزينهم هنا. يلا بينا. الناس السكريبتات اللي هنصورها برضو طبعا هحط لكم الاكونت على الانستجرام بتاع توماس عشان تعملوا فولو. حبيبي يلا بينا. تيجي نوريهم ازاي السكريبتات بتتكتب، نشرح لهم برضو فكره عشان ناس كتير قوي واخده فكره غلط عن يلا بينا. السكريبتات. بص هات هنا السكريبت ده، هو ظاهر ولا اشرحه؟ ظاهر. ماشي. خليني برضو اشرحه لكم. الهوك كان بتاع السكريبت ده انه دول 6 حاجات اتعلمتهم لو جمهورك عربي. طبعا الفيديو ده نازل من البيرسونال براندنج، ده فيديو توب اوف فانل. توب اوف فانل مهمته ان هو يجو فايرال، بس مش لازم ان هو يجيب عملاء. طب ايه فايده الفيديوهات التوب اوف فانل؟ انه فيديو زي ده ايا يكن الناس اللي مهتمه بانها تصنع محتوى، فيديو زي ده هيفيده، لانه دول 6 حاجات لازم دول 6 حاجات اتعلمتهم لو جمهورك عربي. طبعا احنا كلنا بنقدم محتوى للشرق الاوسط والجمهور بتاعنا كله عرب، فبنبتدي اول حاجه، اول كلمه بتتقال ما تبداش الفيديو بالسلام عليكم، دي بقى بتخدم على الهوك بتاع الفيديو. فبدانا اول حاجه زي لما انا قلت انه ما تبداش الفيديو بالسلام عليكم، ده طبعا هيخدم انه ما تبداش الفيديو بالسلام عليكم. مفيش اصلا حد بيبدا الفيديو دلوقتي بالسلام عليكم، بس الناس هتبتدي تربطها بانه ده فعلا 6 حاجات انا محتاج اتعلمهم عشان انا بقدم برضو محتوى للعرب. صح. فده كونتنت توب اوف فانل. سكريبت زي ده المفروض ان هو يجو فايرال، وحتى لو ما راحش فايرال اغلب السكريبتات برضو بتتكتب بنفس الطريقه دي، وهي في النهايه استراتيجي، مش مجرد ان احنا خلينا نتكلم اكتر بالتفصيل عن البيرسونال براند. اصلا هناك بقى يلا بينا بس نصور فيديو. يلا بينا. لو عايز اوكي طبعا دلوقتي عايزين نصور، يلا بينا نصور الفيديو بتاع اليوتيوب. I can't wait for September, cause that means that next month is going down like timber. You're too down with the gang, yeah, you're one of my members. She gotta represent for the guys now, they gotta see a part of me in her. Red flag, blue flag, green flag, and a white flag to surrender. My ex-girl was a head case, I cannot... ما تنجز يا عم. تعمل ايه؟ اسبريسو. بجد انا مش عارف انت ازاي بتشرب. بصوا يا جدعان الراجل المجنون ده ما بيعملش اي حاجه في حياته غير ان هو يشرب اسبريسو. الكروت ثانيه بس بجمع الكروت كلها واقول اقول لكم حاجه انا بعملها كويسه جدا جدا. كل
اسبريسو انا بشربها عامه بشكل عام، بكتب الشعور اللي انا كنت حاسس بيه في الوقت ده. يعني مثلا دلوقتي انا حاسس بشعور معين وانا بشرب مثلا الاسبريسو اللي هشربها دلوقتي، فخلاص هو ده الشعور اللي انا هشربه، او اسف ده الشعور اللي انا هشرب بيه يعني. فطبعا بكتب مثلا في الوقت ده مثلا ان انا حاسس بان انا مثلا لازم اعمل 1 2 4 في الوقت ده. ده هو بالظبط دي متسجله الاسبريسو رقم مثلا 13 ماشي. محتاج مثلا مش عارف اقول لكم ازاي، محتاج ان انا انفذ 1 2 4 في الوقت ده. فاهم قصدي؟ اكيد مش فاهم قصدي. يا عم انا بشرب قهوه تركي عادي ولا بحس بشعور ولا هي بتنجي يا عم. طبعا الناس مجانين القهوه مجانين القهوه مجنون قهوه. بس تصدق انه الحاجه اللي انت بتتكلم فيها حاجه حلوه. استنى نصورها. يلا روح. بص انت عشان انت بتكتب عشان انت عامه لما طول ما بتكتب اكتر ماشي تمام، عارف بالظبط الشعور اللي انت بتشعر بيه. فانا مثلا كمثال كمحمد مثلا اجي اخر الاسبوع كله مكتوب فيه كل قهوه اسبريسو انا شربتها وقدامها الشعور اللي كنت حاسس بيه في الوقت ده. فاهم قصدي؟ وفي الوقت طبعا الموضوع بيفرق. وانا عندي سؤال بتعرف تشرب قهوه عادي زي ما احنا عارفين من غير ما تعمل الحاجه دي؟ انت بقول لك يا ابني انت سامح بس كده. اوريني كده هتنصورها. بس نستنى تعمل كده اهو. اوف تصدق منظرها جامد بس طعمها الله المعين. كوبايه كده بس لا يا ابني كنت عارف ان انا بشرب كميه قهوه فرنساوي كتير جدا. قهوه فرنساوي بس عشان دي تقيله صح. خصوصا ان الاسبريسو دي ليه ما فيش حد بيحبها، ليه دايما الناس بتستغرب ان انا ليه بشربها، عشان الاسبريسو دي اقوى تقريبا بكتير جدا من الاسبريسو العاديه، ممكن اقوى 3 اضعاف او 4 اضعاف تقريبا يعني. ده اللي انا عارفه على كلام واحد صاحبي اصلا قاله لي 3 اضعاف. لسه انا اثرت فيا يعني القهوه التركي يعني. اثرت فيا القهوه التركي. مفيش مشكله. مجنون قهوه ماشي يا عم ماشي يا عم. بس بقى 1 2 يلا استنى يا مفروض يلا استنى يا ابني ما طلعتش وش. Ask them other guys in the city what happened. LOL gang, we the last ones laughing. Are you jacking them or jacking us? طبعا الغباء طبعا احنا نعمل قهوه في كنكه على or slapping us? I know the answer. I'll take you farther than Mexico. اوكي دلوقتي You still got niggas. يلا بينا ليه؟ لا استنى Shorty and Tim, but not the messy hole. You standing tall like the Star Spangled. I give you my all if you're ready for it. Hop off the block if you're Jenny for me. Hop off the gap with the Henny for me. You know the airport is calling on, and you know the airport is calling on. Name I'll take you farther than Biscayne, my girl. Gangsta. You're too down with the gangy. You're one of my members. They see it coming around in the realest way. Now the most getting friendlier. You're too down with the. اوكي اشتغلنا كده التست تمام. تست مايكات تست كله شغال كده. تست شغال. اوكي هنتكلم عليه بقى. مش عارف نتكلم على ايه. خلينا نتكلم انا عايز اسالك سؤال مهم قوي. قول. ليه ممكن مثلا الناس توصل لحاجه معينه ولسه تفضل مكمله انها تشتغل؟ يعني انت ليه مثلا لحد دلوقتي بتشتغل بنفس مجهود انك وقت ما كانش معاك اي حاجه؟ بص في الاول عامه الموضوع بيختلف. في الاول مثلا انت بتبقى هدفك الوحيد عامه ان انت لما بتيجي عايز تعمل حاجه انت عايز بس تثبت نفسك الاول. فاهم قصدي؟ تمام صح مليون في المية. انا كده معاك فيها دي مليون في المية. انت عايز تعمل فلوس في اسرع وقت ممكن عشان تثبت لاهلك ان انت صح. تمام مليون في المية. وبعد ما تعمل المرحله دي خلاص تدخل بقى في مرحله ان انت ممكن يكون معاك فلوس كتيره جدا، وكل الناس وصلت اللي عملت فلوس كتيره جدا. انت عارف النقطه دي. على طول مره واحده تلاقي شغفهم وقع، مش حابين انه اصلا انهم يشتغلوا تاني، مش بيشتغلوا زي الاول، مش بيهتموا بعاداتهم ولا بيلتزموا زي الاول. ما خلاص ما هو وصل للحاجه اللي هو عايز يوصل لها بالزبط. وشايف ان هو مستريح دلوقتي وفجاه كده كل حاجه هتضيع. بالظبط. هنا بقى يجي في الوقت ده لو انت عارف تنقذ نفسك. طب هل هو هدف؟ لو هو هدف هل بتشتغل عشان هدف؟ الهدف بقى ايه؟ هو الهدف اهو ما يجي الوقت في الوقت ده لو انت ما عرفتش تنقذ نفسك. انا عملت غلطه كبيره جدا، صرفت قبل كده. انا كنت فاكر نفسي لو عايز ارجع شغفي من جديد
رحت عملت ايه؟ انت عارف مش المشكله؟ هقصر. فاكر لما انا كمان سالتك قلت لك طيب ايه اصرف مثلا، زي قلت لي ما تعملش كده ابدا. احنا عامه اللي عملنا غلطه. انا عملت غلطه وهو الحمد لله كان لسه هيعملها واتكلمنا مع بعض في الوقت ده ان انا رحت صرفت فلوس كتيره جدا. قال يعني ايه ان انا لما اصرف فلوس اكتر معناها ان انا شغفي هيرجع اكتر. صرفت 500,000 يعني 500,000 في سفريه واحده كده، خروجه واحده. فبالنسبه لي الموضوع ده كان يعني حته فقدان الشغف ده بيبقى حاجه كبيره جدا. هنا بقى يجي ايه بقى؟ يجي المسؤوليه. انت تبقى مسؤول عن حد عامه. انا بالنسبه لي اللي بيخليني الوقت اشتغل ولا اي حاجه عن نفسي، فكك مني تماما. الحاجه بجد اللي خليني اشتغل دلوقتي عيلتي، والدتي، والدي، اخويا، اختي، اخويا الصغير. وانا هنا بتكلم بجد انا بجد عايز اتحمل المسؤوليه الكامله عنهم واريحهم بالكامل في المستقبل، وده هدفي حاليا. انا بشتغل عشان كده، مش عايز اي حاجه ثانيه في الحياه بجد. ودي حتى برضه يعني حتى لو فكرت فيها شويه هتلاقي انه اغلب الناس بتحط اهداف معينه في حياتها. انا عايز مثلا ان انا اجيب العربيه الفلانيه، عايز ان انا اجيب البيت الفلاني، عايز ان انا اعمل الحاجه الفلانيه. بالظبط. في النهايه الهدف منه ما هتوصل له خلاص، هو اتحقق. صح. طب ايه اللي هتعمله؟ فالناس بتقول لك انك تشوف هدف جديد، هتشوف هدف جديد هتوصل له، حققته، ايه اللي هتعمله تاني؟ بالظبط. فدي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. ايه اللي يخلي شخص زي ايلون ماسك مثلا هو حرفيا يقدر يعمل اي حاجة، ولو عاش حياته كلها تقريبا كان في دراسة طالعة انه لو بيصرف تقريبا 10 مليون جنيه في اليوم فلوسه مش هتخلص ابدا لحد ما يموت خالص. فكلامك صح 100% انه عشان تشتغل فانت بتشتغل عشان الناس. ودي حاجة ناس كتير قوي اتكلمت فيها، قال لك الراجل بيتبسط لما يحب يبسط عيلته اكتر، صح، ما يحب يقدم لهم اكتر. مستحيل. بص مفيش حد انا قعدت معاه قال لي يا محمد انا وانا بصرف فلوس على نفسي بستمتع. قال لي بستمتع اكتر لما بصرف فلوسي على حد من عيلتي، اجيب هديه لحد او اعمل حاجه لحد دي. وهتقول محمد طب ماشي حلو، طب انت مثلا كمثال هتقول يا محمد بس برضه ممكن يكون هدف اللي هو ان انت كمثال والله انت معاك فلوس كتيره جدا ودلوقتي ظبطت كل حاجه انت قلتها ان انت اديت لعيلتك كل حاجه انت عايزها، حلو انت وصلت للهدف ده. برضه هتفضل تشتغل عشان بتحاول على قد ما تقدر ان انت تستمر في ان انت مش عارف اقولها ازاي، تثبتهم في المكان، تثبتهم في المكان ده دايما، وان انت تجيب لهم كل حاجه هم محتاجينها، وان انت تساعدهم دايما، تكون دايما عون ليهم بشكل عام يعني. فانا بالنسبه لي عامه انت ممكن بعد ما الفلوس خلاص والشغف بيروح خلاص تيجي المسؤوليه بقى، تبقى مسؤول. بحس ان الموضوع بقى انا بدات احس ان انا بدات انضج شويه، ان انا اهتم بالمسؤوليه. انا زمان كنت ببقى زعلان نفسي جدا ان انا ببقى مسؤول، ببقى اناني مع نفسي، لا لازم اركز على نفسي اكتر لازم. ولكن دلوقتي الموضوع اتعكس، حاسس عقليتي بقيت مركز اكتر على المسؤوليه. انت فاهم قصدي؟ تمام، حلو قوي. اتوقع كده قفلنا كل حاجه النهارده. في حاجه تانية نتكلم فيها؟ انت داخل الجيش صح؟ انت قول لهم بقى، قول لهم ايه حالتك النفسيه للموضوع. والله يا جدعان حالتي النفسيه وانا داخل الجيش ومحمد اسامه بيحاول يخلينا نتخطى الحاله دي فبيتعبنا اكتر نفسيا. في كلمه مش هينفع اقولها بس انت عارف. يلا يا جدعان هتقول لهم على ووب صح؟ عشان انا ليه بكرر على الموضوع ده؟ لان معظم الناس كانت بتبعت لي بخصوص الموضوع على الواتساب ان الجروب بيتملي وكميه ناس عايزه تدخل الجروب، وللاسف انا مش هقعد افتح 5 جروبات واتساب. وطبعا زي ما قلنا كل حاجه في الواتساب يا جدعان فري 100%. انا بروح بدي بالإفات، انا هتلاقيني اصلا ببعت ريكوردات 3 دقايق و4 دقايق بشرح للواحد عامه سؤال عامه هو ساله، هو مش متوقع ان انا اجاوب عليه اصلا، فانا هناك بجاوب عليكم بديكم بديفات مجانيه وكل حاجه عامه هناك. فطبعا انا هنقول الحاجات دي كلها للويب. الويب ده عباره عن كوميونتي، تمام؟ تقدر تضغط عليه، اضغط على اللينك تحت بيوديك للكوميونتي، بتقدر تشات فيه، تسال الاسئله اللي انت عايزها، وبرده زي ما قلت بشير هناك حاجات مهمه جدا لها علاقه بالبيزنس وكده. واهم حاجه ان الويب هيكون فري ومجاني بالكامل. وطبعا زي ما اتعودت من محمد وسام ان هو من ما هيقول لك بجد الحاجه مجاني بالكامل فهي مجاني بالكامل.